السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ وياكم زيد الكربلائي. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، من العايدين والتحقيق الاماني والصحة والسلامة عليكم، وصيامكم مقبول ان شاء الله. وشباب طبعا اليوم موضوعنا حلقة جديدة، موضوع بسيط وما عندي بيشي، عن الزرع اللي يطلع هذا بالقرية. فحبيت اليوم اسوي في التغيير عن باقي كل القريات. بس ما تعرفون اهل القريات دائما يعوف الزرع او هو الشجر اي نوعية يحبها يسطرها داير ما داير القرية نفس ما تشوفون. انا صار لي هواي عايف الشجر بسطر يعني على الحافة مال القرية. فاليوم حبيت اخلي كل جانب له نوعية من الشجر. مثل هذا الجانب الايسر نفس ما تشوفون اخلي نوعيته من هاي الشجيرة، او هذا الجانب مثل غير نوعية، او هذا الجانب هم غير نوعية. فكل جانب له نوعية من الشجر. فحبيت اعوف هذا الجانب لانه مرتب وحلو لهاي النوعية مال الشجر. فهسه راح نشيل الاشجار، وطبعا هاي الاشجار صار لها هواي عندي فوق السنة ونص. هاي الاشجار نفس ما تشوفونها عمرها كلش طويل. فهسه انا راح اشيلها واشيل كل الاشجار ما عدا هاي الجهة، لان هاي راح اعوفها اخلي هاي النوعية مال الشجر بيها. فهسه نبدأ بالجيم بوكس ونشيل الاشجار الباقيات. طبعا انا قلت لكم صار هني طوال، يعني صار مدة طويلة ما شايل هذا الشجر، سنة ونص او اكثر. طبعا هاي ما طلع بيها جواهر، والثانية طلع بيها 5 جواهر، والبعدها 0 جواهر. الجيم بوكس يتأخر، فخلنا نستمر نشيل الشجر. فحاليا هسه عندنا الجيم بوكس خلص، وطانا 25 جوهرة، وباقي الشجر طانا جوهرة وهاي ولا جوهرة. هاي الشجيرة نشيلها لأن مو بالمكان الصحيح. طبعا عندنا هاي الشجرة هم نشيلها. احنا هسه بهذا الجدول هاي الجهة راح نخلي نوعية هاي الشجرة ان شاء الله بالمستقبل، يعني مو بعيد، فد شهر شهرين 3 هاي تكمل من هاي النوعية او اكثر بعد ما اعرف. فهسه راح نشيل هاي الصفحة همه. طبعا راح اشيلها على السريع شغل كل العمال عليهم. عندي بس عامل واحد هنا يشتغل على المورتر على الهاون، جاي يسوي ليفل 9 نفس ما تشوفونه. فهسه خرجي وارجع تجيني من الاشجار. طبعا اني لو اشيل الجواهر يعني اشيلهن دائما، العفو اشيل الاشجار دائما، هسه عندي هواي جواهر، يعني احتمال 1500 جوهرة عندي من الاشجار لو اشيلهن، او 2000 جوهرة اكثر. بس الان صار لي هواي فوق السنة ونص عايفن. فهسه هاي الصفحة نفس ما تشوفون نظفت ما بيها ولا شجيرة. عندكم هاي الصفحة هم راح اشيل الشجر مالتها. طبعا الاشجار او العوائق بالعامية، يعني عامية اللعبة، عندك هنا انجاز الهن يقولك انت اشقد عفوا، عندك اشقد شايل من عندهن الشجر او لا من بدايتك للعبة لحد هذا اليوم. فهسه حاليا نفس ما تشوفون عندي هنا الانجاز ثاني واحد على اليمين هو اكثر شيء، وتربح الانجاز يعني النجمة الثالثة 500 من العوائق، اشجار صخور شجيرات يعني كلهن معتبرات من العوائق. فأنا شايل 740، وانا صار لي اكثر من سنتين باللعبة. يعني لو انا اشيلهن من بداية اللعبة وما اخلي ولا شجيرة وما مسوي هاي النقشة مال الاشجار، هسه تقريبا شايل بال 3000 شجيرة او حتى اكثر من 3000. هسه حاليا ما بقى عندنا غير بس هذا الجذع هم راح نشيله. طبعا هنا عندنا 743 مال الانجاز نفس ما تشوفون. هسه راح يخلص الجذع، طلعنا ب5 جواهر همه، فصارت عندنا 444 زالة من العوائق الاشجار يعني. فإن شاء الله هسه راح اني ارتب القرية واخلي منها نوعية مال الاشجار، ومن هاي الجهة غير نوعية، وهاي همه
اما هاي الجهة نفس ما تشوفون فهاي هي احلى جهة وارتب جهة مال هاي الاشجار فعفتها حتى هي تكون مرتبة وجاهزة من نفسها. فبعد عندكم القرية هم راح اغير تصميمها، لان هذا التصميم يعني انا هسه بمستوى مال الكوس نفس ما تشوفون تيتان. الواعيب الفوق اكثريتهم اغلبيتهم هم الواعيب خبرة وعندهم خبرة ويعرفون شلون يمسحون التصاميم او يشيلون اكثر نسبة من عندها. فهذا التصميم مالتي يعني الهجمات الجاي يصير عليه قليل يفشلون، واكثريتهم يمسحها فد 50% او حتى 60% يوصل بيها. يعني القرية ما تقوم بهذا التصميم، فأنا إن شاء الله راح أغيره. وهذا هو شباب اللي احنا وصلنا وياكم لنهاية الحلقة، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم وعلى أهلكم وربي يحفظكم. كان معكم زيد الكربلائي، تحياتي لكم ومع السلامة.